وري ما بيتكلمش شيء. اللي لا مؤاخذة بقرة وديل بقرة، احنا اسفين ما قدرناش نجيبوا باقي الحالة ولا ايديها، وما ينفعش نجيبوا وشه اول حاجة عشان خاطر بشاعة المنظر، وما نقول الا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحالة دي الوحيدة اللي في جمهورية مصر العربية اللي هي زي الحالة بتاعت الهند. الإعلام ما تكلمش عليه، ولا النت ما تكلمش عليه، ولا أي حد في الدنيا ما تكلمش عليه، ما لقي لهاش حل. شفنا الحالة في الهند، شفنا الحالة في الهند، ومع الأسف أهل الحالة دي ولا راضيين يطلعوها في التلفزيون، ولا راضيين يطلعوها في الصحافة، ولا راضيين يطلعوها على النت. الحمد لله بفضل ربنا قدرنا نقنع حد من أهلها إن إحنا ناجوا ونصوروا مع الحالة اللي أنتم شايفينها قدامكم. دي رجلين بقرة، نص بقرة ونص. ده حتى يعني من زمان قاعدة. شفت العملات من متى؟ يعني العملة دي من سنة 1961 الجنيه. ده بص تعالى كده، تعالي دي 5 قروش من سنة 1940، 93 سنة، 93 سنة. ملك مصر فاروق الأول. دي العملات يا اخواننا اللي لقيناها معاها، يعني قاعدة هو قاعد عنده بتاع 100 سنة. الحالة لما شفناها في الهند مع الأسف ما عرفوناش شيء الحقيقي، ما عرفوناش الحقيقة بتاعت المقطع، ما كملوش المقطع، تمام، ما عرفوناش شيء الحقيقي، مع ان المقطع ده انتشر في العالم كله وجاب مليار مشاهدي، مليار مشاهدي، من غير ما يكشفوا الخدعة بتاعت اللي هي قاعدة وعاملين فيها رجل بقر، وكان ديلها ما يتحرك زي ديل الراجل بتاعني، كان بيتحرك زي كده. بس ما قالولناش الحقيقي، ما قلناش انه ده بني ادم وجايبين له رجليا، وجايبين له رجليا وكشفوا لنا مثلا الحقيقي. لا، ما كشفوش الحقيقة، ما كشفوش الحقيقة هم، بس خلوا المشهد كامل عشان العالم كله يصدقوا، وحققوا نسبة مشاهدة عندهم، حققوا نسبة مشاهدة عندهم. إن إحنا عشان خاطر نحققوا نسبة مشاهدة نشتغل على التيك توك ونقولوا كبسوا، ونشتغلوا في قلة القيمة وقلة الأدب والمسخرة. وإحنا حبينا نعملوا الفيديو ديتي إنه أي حاجة على النت ما تصدقهاش، تمام، لأنهم ما وضحوش الحقيقة بتاعت الفيديو بتاع الهند اللي جاب مليار مشاهدة. إحنا وضحنا الحقيقة بتاعت الهند، جبنا الرجلين دي. وهات أحمد الديل، وجبنا الديل دي قطع الديل دي عشان خاطر نعمل أحلى طواجن عكاوي، تمام، وأحلى كوارع، تمام، النهارده إن شاء الله على الخضار. زائد إنه الرجل عاملة كام؟ 125 جنيه. ال 125 مش هتجيب لك فروجة، يعني انت عايز فروجة بيضة بياضة مش هتغذيك ومش هتفيدك، لا، ده رجل ب 125 كفيلة قعدت 3 ايام تاكل فيه، ده غير اللي في الماسورة من جوه، وحاجة هتغذيك يا ابو عمو. وطبق الشوربة احسن من البيضة بياضة اللي احنا بنقوله غلي غلي غلي، وفي نفس الوقت مش مستفادين منه. خلاص يا محمد قوم معليهش، واحنا اسفين على بشاعة المنظر في اول الفيديو، بس حبينا نوضح حقيقة الفيديو بتاع الهند اللي هو انتشر. زائد اي حد حب يعمل محتوى تراعي المشاهد اللي هيتفرج عليك، تراعي الاطفال اللي هتشاهدك وهتشوفك، فلازم نراعي ربنا في ضميرنا، نراعي ربنا في المحتوى اللي هننزلوه، ونراعي ربنا في المشاهد اللي هيشوفنا عشان خاطر هو بيقلد اللي احنا بنعملوه. فاي حد صاحب منصة
العلم اتطور وبلغ أوانه، وكل واحد فيني له هدف وله رسالة في مكانه، يعني أديها صح ونخدم البشرية به، كل واحد يلتزم مكانه. كل سنة وانتم طيبين.